انا عندي مشكله ان جوزي بيعاني من عقده النقص، ودايما يطلع العقد دي عليا انا. دايما مش راضي بعيشتنا وحاسس ان احنا قليلين، والمشكله ان هو مش حاسس ان عنده اصلا مشاكل نفسيه. دايما باصص على النعم اللي عند غيره، انما اللي ربنا بيديهولنا لا هو مش شايفه خالص. ومش واثق في نفسه، دايما متردد ومتوتر، وعند اتخاذ اي قرار ما بيعرفش ياخد القرار بسرعه. ولما انا باخد الدور دوت واخد القرار، يبدأ المشاكل النفسية اللي عنده دي من النقص تطلع عليا، ويحس ان انا باخد دوره وباخد مكانه دوت، بيوصل له انه بقل منه. وتبدأ تحصل مشاكل كتيرة جدا جدا بينا، ويحسسني ان انا ارتكبت جريمة مع اني انا مش بقصد اعمل ده خالص. وبيقول لي انت عايزة تبقي راجل البيت. وانا استحملت كتير جدا عشان البيت والولاد، بس بصراحة الموضوع زاد عن حده، وانا مش عارفة اتعامل معاه ازاي. هو أكيد يعني أكيد في منه، مش كله يعني كفاية شره. أنا بس عايزة تفرقي بين حاجتين، ما بين إن هو عنده عقدة نقص وإنه مش راضي عن عيشته. اللي مش راضي عن عيشته هو اللي دايما بيبص للعيشة اللي عايشها ناس تانيين، أو شايف إن حاله مش عاجبه. لكن اللي عنده عقدة نقص اللي بيحاول يفرض السيطرة بدون مكان ليها، بيحاول يزعق لما يكون مش محتاج يزعق، يتعامل مع الناس بتعالي وهو مش محتاج يعمل ده. فخلينا نقول إن هو في جزء من مشكلته حقيقي إحساسه بالنقص. فأنت بتقولي لي أتعامل معاه إزاي؟ أولا، اللي عنده إحساس بالنقص مبدئيا أنا معرفش الكاركتر بتاع جوزك إيه، يقبل بمساعدة نفسية ولا لأ، بس أنا أقول لك الجزء اللي أنت لازم تعمليه. أهم حاجة إنه يحس إنك شايفاه أحسن واحد في الدنيا، لأن مهما الراجل بقى حاسس إنه له قيمة، لما بتكون في عينين مراته بتبقى قيمة أكبر. خلي قدام ولاده دايما له احترامه. بتقولي إنك أوقات بتتدخلي مكانه، إنك خايفة إن هو يعمل أكشن فيه عصبية زيادة، بالبلدي يتمنظر على حد على الفاضي بنقص. سيبيه يتمنظر، لأن أكيد هيجي حالات هيحس إنه أحرج من الوضع ده. واضح إن جوزك إنسان كويس، فما تقوليليش لا منه ولا كفاية شره، لأن هو مش جوزك مش عبارة بس عن زوج ممكن يحس بنقص في حاجة أو يتكلم بطريقة مش عاجباكي. الزوج ده عيشة، فالاستهانة بإن لا منه ولا كفاية شره أنا رفضاها، لأن الحقيقة الزوج والعشرة لهم قيمة كبيرة قوي. هل معقول ما بتعرفيش تتكلمي معاه؟ ما اعتقدش. هل معقول ما شفتيش ساعات حلوة معاه؟ ما اعتقدش. واعتقد كمان ان الساعات اللي جاية هتبقى احلى كتير. هو ليه عنده نقص؟ وارد قوي انه هو صغير كان يتقال له، وده احنا بنعمله مع اولادنا وده غلط، انت ليه ما طلعتش الاول؟ هو اللي طلع الاول ده عنده ايد ولا رجل زيادة؟ ناقصك ايه عشان ما تطلعش الاول؟ على فكرة هو ما طلعش الاول مش علشان ناقصه حاجة، هو علشان ما ينفعش العالم كله يطلع الاول. مفيش حاجة اسمها احنا كلنا الاوائل وعيالنا يبقوا كلهم الاوائل. يكفي انه يكون مش فاشل، لكن احنا بنصر دايما نصل للكمال. بيلعب رياضة، شايف زميلك بيلعب احسن منك ازاي، شايف انت عامل ازاي، يحس بالنقص. وزنك زايد، بقى بالذمة ده منظر، اي واحدة تبص عليك وانت كده. كل الكلام ده لما بنقوله لولادنا، وبالذات طبعا اكيد البنات برضه، بس مع الراجل اللي لازم نطلعه راجل، وراجل دي يعني واثق من نفسه. الست بتتكسف، المفروض الراجل لا، وده ملوش دعوة بالحياء او بالخجل عموما. الست ممكن تتحرج من اي كلمة، الراجل لا.
فاحنا لازم نقوي شخصيه اولادنا علشان ما يطلعوش كده. وارجع اقول لك تاني، حبيه اكتر شويه، حسسيه ان هو مهم جدا في حياتك، وكل ما هتعملي ده كل ما هو هيثق في نفسه اكتر.